هنعمل مع بعض النهاردة أكلة عظيمة جدا جدا، اسمها فخارة اللحمة. بس المرة دي عاملينها بتركات مختلفة شوية عن كل مرة وعن أي وصفة انتوا شفتوها قبل كده. هتعجبكم جدا جدا زي ما عجبت كل اللي دقها عندي، وكمان كل اللي دقها عندي سألني على طريقتها وقلت له على طريقتها، نفذوها عندهم وكانت رائعة. العجينة دي اللي بنغطي بيها الطاجن بتاعنا، عايزة اقول لكم طرية وهشة وطعمها يجنن وفي منتهى السهولة بتتعمل، حتى لو ملكيش في المعجنات هتعرفوا تعملوها. اجيب عندي حلة سخنة جدا جدا على النار، انزل عليها بمعلقة السمنة، واول ما السمنة بتاعتي تسيح انزل بقطع اللحم. يفضل قطع اللحم تكون متوسطة، ما تكونش قطع كبيرة ولا قطع صغيرة، ويفضل تكون لحمة طرية من لحمة نوع انتوا بتحبوه. هحط لها رشة فلفل بسيطة كده، وبعد كده اول ما الناحية الاولى تحمر ابتدي اقلبها على الناحية التانية. مهم عندي السمنة تكون سخنة جدا، وتاخد عندي اللحمة صدمة من على الناحيتين على اعلى نار عندكم، بس ما تتحرقش يعني تحمر، تبقى زي اللون ده كده. على الناحية التانية بيبقى عندي في حلة مليانة مية وبتغلي، ببتدي ابهرها بالبهار، كل واحد على حسب ما بيحب. البهارات اللي عندي هنا عبارة عن بصل وتوم وورق لورا وفلفل اسود وملح وقطعة من جوز الطيب، واي حاجة على ذوقكم. في ناس بتحب تحط قرفة، انا مش بحب المنكهات القوية قوي زي القرفة والقرنفل، لكن كل واحد زي ما بيحب يحط في الشوربة بتاعته، زي اي شوربة طبيعية انتي بتعمليها للحمة. على الناحية التانية بتكون الحلة بتاعتي، بكون لسه ما قفلتهاش من على النار عشان اللحمة تبقى سخنة. باخد اللحمة اصفيها من السمنة اللي انا حمرتها فيها، واحطها في المية اللي بتغلي. وهنا الحلة دي مش هغسلها، هسيبها واركنها على جنب لاني هستخدمها بعد شوية، ومحتاجة جدا السمنة اللي جواها، وده التركاية اللي بتدي طعم حلو للأكل. هنا لو في اي ريمة عندي طلعت هشيلها، لكن انا اللحمة بتاعتي ما طلعتش اي ريمة، كانت نظيفة، فغطيتها ووطيت عليها وسبتها عندي تغلي براحتها بهدوء. اثناء ما اللحمه بتستوي ببتدي اجهز العجينه بتاعتي، بسيطه جدا جدا. جبت كوبايتين من الدقيق صغيرين، او ممكن كوبايه ونص، حطيت عليهم معلقه من الخميره، وحطيت عليهم لبن بودره بيدي طعم تحفه، وحطيت رشه ملح ورشه سكر، يعني السكر اكتر شويه من الملح. وبعد كده هنزل عليهم بالتدريج بميه دافيه، وهبتدي الم العجينه الاول بالمعلقه، وبعد كده هلمها بايدي. اللبن البودرة بيدي طعم رائع 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 للعجينة، لكن لو مش متوفر ممكن يبقى لبن سايل عادي. لو مش متوفر ممكن نحط معلقتين زبادي ونكمل مية بس قليل جدا. بعد كده بحط اثناء ما انا بعجن بحط حوالي معلقتين من الزيت، اي نوع تحبوه، اي زيت، انا استخدمت زيت زيتون. وبعد كده هبتدي الم العجينة بايدي، مش بتاخد اي مجهود تماما لانها صغيرة، وبتتعجن في اقل من 5 دقايق، وبيبقى ده شكلها عندي، بتبقى طرية، لا هي ملزقة ولا هي ناشفة، يعني بتبقى طرية كده ولذيذة. بعد كده هبتدي اغطيها واحطها في الفرن في مكان دافي علشان تخمر عندي. بعد كده ابتدي اجهز الخضار اللي انا عايزه احطه في الطاجن بتاعي. برضو الخضار ده على حسب اختياركم، انا كان عندي بطاطس، استخدمت البطاطس ومعاها شويه الخضار دول. ممكن برضو تستخدموا كوسه، يعني اي نوع خضار تحبوه تقدروا تستخدموه، الخضار المتوفر تقدروا تستخدموه. قطعت عندي البطاطس مكعبات وخليتها، وبعد كده هجيب جزرايه وهقطعها برضو. البطاطس والجزر اكتر حاجتين هياخدوا سوا عندي في باقي الخضار ده، علشان كده فصلت البطاطس والجزر، خليتهم في الاول، وباقي الخضار هحطه مع بعضه لان ده ليه تسوية وده ليه تسوية. هبتدي برضو عندي هنا كان عندي فلفل الوان، بشيل البذرة بتاعتها اللي في النص دي، ابتدي انضفه. وبرضو كل الخضار ده اختياري، مفيش اي حاجة فيه لازم او ضروري تتحط، لكن الخضار المتوفر عندكم تقدروا تحطوه. هبتدي برضو اقطعه قطع متوسطة، لا هي صغيرة قوي، يعني بلاش الرفيعة قوي لانها بتتهري بسرعة، ولا هي برضو تبقى تخينة قوي. جبت عندي فلفل احمر واصفر واخضر، وكله بقطعه بالشكل ده.
كمان حبيت اضيف طماطم، لكن الناس اللي مش بتحب اضافة الطماطم لاكلها ممكن تستغنى عن الخطوة دي وما تضيفش الطماطم، مفيش اي مشكلة. تعمل كل الخطوات زي ما قلناها بالظبط وبلاش الجزء بتاع الطماطم. لكن لو هنستخدم طماطم هنجيب الطماطم ونقطعها مكعبات صغيرة شوية، لاني انا عايزاها تطلع الجوسي اللي جواها. ودي باقي الخضار اللي عندي. كان عندي توم بس التوم كان كبير قوي فقطعته شرايح، والبصل عندي صغير فسبته زي ما هو، وقرنين فلفل سبتهم زي ما هما علشان ما يطلعش الحرقان بتاعهم في الاكل. فاكرين الحله اللي قلنا هنسيبها على جنب؟ ادي رجعنا لها تاني بنفس السمنه اللي فيها المستعمله مكان ريحه اللحمه، لان بتدي طعم خطير. هنزل اول حاجه بالبطاطس اللي انا قطعتها مكعبات، وهبتدي اديها تقليبه حوالي 5 دقايق لغايه لما البطاطس معايا تحمر. بعد 5 دقايق هنزل عليها الجزر، وهدي للجزر مع البطاطس حوالي دقيقه او دقيقتين. بعد كده هنزل عليهم بالبصل بتاعي، ولو مفيش البصل الصغير ده طبعا عادي جدا تستخدموا بصل عادي وتقطعوه شرايح جوليان تخينه شويه. بعد كده على الناحية التانية كانت اللحمة عندي استوت تماما بس مش مهرية، يعني تستوي كويس قوي بس ما تبقاش مهرية. هصفيها من الشوربة وهسيب الشوربة انا هحتاجها، لكن هاخدها كده قطعة قطعة واحطها مع الخضار بتاعي واديها تشويحة تانية. عايزة اقول لكم السمنة اللي انا شوحت فيها البطاطس والخضار مكان تشويحة اللحمة في البداية ادت طعم تحفة، يعني غيرت الوصفة، خلت الطعم يروح في حتة تانية. هنا نزلت عليها باقي الخضار وهبتدي اقلب وهبهر بالبهارات اللي انا عايزاها. انا حطيت ملح وربع معلقه صغيره فلفل اسود، وحطيت ربع معلقه صغيره من ال7 بهارات، ونص معلقه صغيره من بهارات اللحم. تقدروا تستغنوا عن كل ده وتحطوا مكعب مرقه لحم او زي ما اتفقنا اي بهار انتوا بتحبوه مفضل ليكم. وهنا ده شكلها عندي بعد ما اتشوحت. بسيبهم كده مع بعض مش اكتر من 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق هبتدي اخد الشوربة بتاعتي بتاعة اللحمة اللي انا سويت فيها اللحمة وهبتدي اضيفها عليهم. انا ما كنتش عاملة شوربة كتير لاني انا عايزة الاكلة بتاعتي ما تبقاش، عايزة الشوربة تبقى مركزة. بعد ما خدت غلوة حوالي 5 دقايق ابتديت احطها في الطاجن بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كل قطع اللحم بالخضار الاول، وبعد كده الشوربة بالمية اللي متبقية في اللحمة هصبها جوه الطاجن. عايزة اقول لكم مكعبات الطماطم بتديها لون يعني زي البينك شوية، ما بتبقاش صلصة لان انا مش بحب التسبيك قوي. بعد كده بعد ما حطيتهم في الطاجن هبتدي افرد عندي بالدقيق زي ما انتوا شايفين، وادي العجينة بتاعتي اللي انا عملتها هحطها في الدقيق ولفتها كده علشان ما تلزقش معايا، وبعدين هبتدي افردها. فردتها بالشكل ده وبخليها سميكة شوية، يعني بلاش تبقى رفيعة قوي لان كل ما بتسمك كل ما بتدي طعم احلى وبتبقى طرية وبتقدروا تاكلوها. ثبتها انا عندي فوق الطاجن وابتديت ادوس عليها كده بايديا زي ما انتوا شايفين. بعد كده الزيادات اللي عندي طالعة من تحت دي هبتدي اسويها بالسكينة علشان يبقى شكلها حلو في الاخر. والزيادات دي كلها بجمعها واعملها كورة كده، وبعد كده افردها واعملها رغيف، يعني بستخدمها تاني لان طعم العجينة وهمي حلو جدا. بعد كده هجيب بيضة وعليها رشة ملح ورشة فلفل، وضفت عليها شوية لبن صغيرين. بعد كده ضربت كل الحاجات دي في بعض، وده علشان ادهن بيها وش الطاجن بتاعي. ولو مفيش بيض متوفر ممكن تبقى دهنة من اللبن او ممكن دهنة بسيطة من الزيت. بعد كده حبيت ارش على الوش بتاعها شوية من السمسم وشوية من حبة البركة، بيبقوا حلوين جدا على اي معجنات، بيبقوا حلوين جدا جدا. حتى الجناب بتاعت العجينة بتاعتي برضو حبيت احط لها سمسم وحبة بركة. ابقى مسخنة الفرن طبعا من قبلها على اعلى حرارة تقريبا، وبعد كده ادخل فيها الطاجن وبعدين اقفل واخلي الحرارة على 180 واسيبها لحد لما العجينة تحمر وتبقى بالشكل الرائع ده. وخدوا بالكم العجينة تلاقوها اتنفخت في النص كده وطلعت.
شكلها رائع رائع وطعمها تحفة حقيقي تحفة، مفيش فتفوتة بتتبقى من العجين ده، لان بيبقى طعمها تحفة ونفتحها كده وشايفين البخار وهو طالع، يعني بجد بتبقى لحظة افتتاح حقيقي تحفة حلوة جدا. واللحمة بتبقى جوسي وطرية ودايبة، طعم الخضار يجنن. حبيت اغرف لكم شوية كده في طبق علشان تشوفوها. تقدروا تزودوا كمية الخضار وتقللوا اللحمة علشان لو اللي موجودين عدد تبقى مكفياهم كويس، وتبقى أكلة اقتصادية متبقاش مكلفة قوي. هنا بقى خدت قطعة من العيش اللي احنا عملناه ده من فوق، وهنا بوريلكم زي ما وريته لكم كده في بداية الفيديو، طري جدا وطعمه رهيب حلو جدا. كده نغمسها في الصوص، وبعد كده ناخد عليها حتة لحمة. انا عايزه اقول لكم انا يعني فاكره طعمها لغايه دلوقتي، رهيبه حلوه جدا جدا جدا. اتمنى بجد ان هي تعجبكم، ولو انتم مش متابعين للقناه يا ريت تتابعوا القناه علشان تشوفوا كل جديد. شكرا واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. باي باي.